زي ما انتوا عارفين تانج لسه منزله من قريب تانج فريز. تانج فريز ده منزلاه باكيتين بنكهتين، واحد بطعم العنب والتوت والتاني بطعم البطيخ والفراولة. تانج ابتكرت حاجة جديدة ان انت ممكن تعملها عصير وممكن في نفس الوقت تعملها ايس كريم. فمنزلين عبوة جديدة، المفروض العلبة دي جواها اربع زي بولات كده او 4 قوالب للايس كريم، ومعاها 4 باكيتات، 2 بطعم البطيخ والفراولة و2 بطعم التوت والعنب. طبعا عشان تعمل الايس كريم لازم تعمل العصير الاول، تحط باكيت واحد على لتر ميه، وبعد كده تحطه في القوالب دي اللي هي في الصورة، وتسيبها اكتر من 12 ساعة في الفريزر. في الاخر بتطلع لك بالشكل ده. القوالب اهي، انا طبعا جايب علبتين عشان كده معايا 8 قوالب. اول واحدة هنا اللي عندنا البطيخ بالفراولة، زي ما انتوا شايفين ماسكة نفسها وطعمها حلو على فكرة. دي اول واحدة. النكهة التانية التوت والعنب، طعمها حلو قوي وقريب من طعم اللوليتا.